النهارده هعمل معاكم واحدة من أكتر وصفات البسكوت اللي أنا بحبها، وهو البسكوت الإيطالي. البسكوت ده طعمه مميز جدا، وكمان من أكتر حاجة لذيذة فيه إن هو سهل جدا في عمايله، خطواته بسيطة، طريقة تشكيله سهلة، وكمان ممكن نحتفظ بيه لفترة كبيرة. أهم حاجة إن احنا نشيله في علبة تكون محكمة الغلق عشان يحافظ على القرمشة بتاعته وطعمه اللذيذ. أول حاجة هنجهزها للوصفة هي المكسرات. معانا 100 جرام من المكسرات تكون متحمصة، وهنقطعها بالشكل ده، أو ممكن إن احنا نكسرها بس تكون خشنة ما تكونش ناعمة. أشهر حاجة معاها هي اللوز، بس ممكن نستخدم أي نوع مكسرات تانية. بعد كده هنحضر العجينة. معانا 4 بيضات كبار يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هنضيف عليهم نص معلقة كبيرة من الفانيليا، وكوباية إلا ربع من السكر، يعني 150 جرام. هنقلبهم كويس جدا مع بعض لغاية ما السكر يدوب. هنضيف رشة من الملح، وهنقلب كويس جدا لغاية ما نتأكد ان كل حاجة امتزجت كويس مع بعض. وبعد كده هنضيف كمية الزيت. احنا معانا 200 ملي من الزيت، يعني كوباية الا ربع زائد معلقتين كبار. هنقلب كويس جدا مع بعض لغاية ما المكونات تمتزج ويبقى ده القوام بتاعها. دلوقتي بقى هنضيف كمية المكسرات اللي معانا اللي احنا مجهزينها من قبل كده. هنديها تقليبة واحدة، وبعد كده هنضيف المواد الجافة. بالنسبة للدقيق احنا هنحتاج من 500 ل 535 جرام من الدقيق، يعني من 4 كوبايات ل 4 كوبايات وربع. وده طبعا بيعتمد على نوع الدقيق وكمان على حجم البيض اللي احنا مستخدمينه. هنضيف الأول نص كمية الدقيق، وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، يعني 8 جرام. هنقلب كل المكونات دي مع بعض لغاية ما الدقيق يختفي، ونضيف الجزء التاني من الدقيق. في الأول احنا هنستخدم النص كيلو دقيق أو 500 جرام من الدقيق، وبالنسبة للربع الكوباية التانية احنا هنخليها على جنب وهنستخدمها حسب احتياج العجين. في المرحلة دي يفضل ان احنا نعجن بإيدينا عشان نشوف القوام بتاع العجينة في إيدينا عامل ازاي. ده القوام اللي احنا عايزينه، عجينة تكون طرية بتلزق شوية بالإيد اللي احنا بنعجن بيها، لكن لو حطينا عليها إيدينا التانية مش هتبقى بتلزق قوي. هنلم العجينة ونبدأ ان احنا نشكلها. أول حاجة هنقسم العجينة دي ل3 أجزاء، وكل جزء هنشكله على شكل رول، وهنضغط عليه ضغطة خفيفة بالشكل ده، وهنحطه في الصاج اللي احنا هنخبز فيه. وبعد كده هندهن الوش. انا هنا دهنته بصفار بيضة ضايفة عليها نص معلقة من النسكافيه، دوبتهم مع بعض ودهنت بيها الوش. بعد كده بشوكة هنعمل خطوط طولية بالطريقة دي. في الوقت ده هنكون مسخنين الفرن على 180 او 170. لو الفرن بتاعتكم سخنه قوي هتاخد تقريبا حوالي نص ساعه لغايه ما تاخد اللون الحلو ده من فوق ومن تحت، وما تلاقوهاش ان هي طريه في النص، يعني تلاقوها خلاص مسكت نفسها. نسيبها تبرد كده لغايه ما تبقى دافيه شويه، وبعد كده نبدا ان احنا نقطعها بالطريقه دي. ممكن نقطعها بشكل بميل كده، او نقطعها بشكل عادي حسب ما تحبوا، ويفضل ان احنا نستخدم السكينه المشرشره عشان هتساعدنا اكتر في التقطيع. ونمسكها كويس واحنا بنقطع، لان هو هش جدا فممكن يتفرول مننا بسهولة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها يجنن. نبدأ بقى ان احنا نرصها في الصاج اللي هندخله الفرن عشان نحمص البسكوت مرة تانية. هنكون مسخنين الفرن على 170 من تحت، بس هندخلها لغاية ما تاخد اللون اللي احنا حابينه. بعد كده بنطلعه وبنقلب البسكوت بالشكل ده وندخله عشان ياخد لون من الناحية التانية. لون التحميص ده بيرجع للذوق الشخصي بتاع كل واحد، ممكن يبقى فاتح كده او يمكن يبقى غامق بالشكل ده. وبعد ما بيبرد نبدأ بقى ان احنا نقدمه ونستمتع بيه مع كوباية شاي، كوباية نسكافيه. بجد طعمه يجنن. كمان لو عايزين نحتفظ بيه نحطه في علبة تكون محكمة الغلق، ممكن يقعد معانا فترة كبيرة قوي. ولو عايزين ندلع نفسنا اكتر ممكن ان احنا نعمل عليه خطوط شوكولاتة بالشكل ده. الوصفة دي كل البيت هيحبها، كبار وصغيرين، لان بجد طعمها جميل قوي، مقرمشة وهشة جدا في نفس الوقت. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وما تنسوش تبعتوا لي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.